بارك الله فيك وشكرا بزاف على هذه الاستضافة هذه. غير في البلاد، راحنا غير في البلاد. فين غادي تمشي ما راك عارف. والله الا راهم يعيطوا لي برا وراني عاد داير يمكن ان شاء الله في شهر 9 غادي نبدا انا. غادي نبقى نمشي لاوروبا ان شاء الله بحول الله. يحبونا الناس تما بزاف وراني بطيت عليهم. راهم متعطشين بزاف للرقاده، والله الا راهم متعطشين بالله. ودرت فيديو باللي ما نعاودش نمشي لاوروبا، لانه ماشي من الناس اللي عايشين في اوروبا، راه بزاف اللي فهمها غلط. انا هذوك الناس جمهور ديالي وكانوا يتهلاو فينا ونضحكوا معهم، يعرفوني انا بلا الغنى كندير شويه سكيتشات وكذا نضحك. ما بغيتش نمشي على حساب لي ماناجر اللي كانوا يعيطوا لي. واش بنادم يعيط لك من فرنسا يقول لك طلع عندي واحد السهره في لاطات الفلانيه، يقول لك نعطيك 1000 يورو والطياره خالصه ولوتيل. كي جاتك انت هذه؟ راك تغضب. واش 1000 يورو يمشي بها مغني بدايه ديالو من 75 الى يومنا هذا يمشي بمليون واسمو غادي يدير له مليون. مليون هنا وما يكفيكش دابا. يلا دير لا بالونس مليون. انا بعد عندي يلا دير لا بالونس مليون. بغاك تخدم تفاهم معاه، ما بغاكش الله يعاونك روح تروح. هذا هو المشكل. انا الجمهور والبشر اللي عايش في الاخر على برا، يعني ما بيني وبينه الا الخير ونعرف باللي يبغيوني تا انا نبغيهم، ولكن واسمو نمشي مليون فين غادي نمشي؟ هو كي يكمل لوطيل كي غادي ندير؟ هذا هو المشكل. فمن ذل نفسه يذله الله. انا ما نبغيش نذل هذا الصنعه والو. شتي لك تعزيز عليا نخدم لك 100,000 درهم، والله الا شحال ديال الناس خدمت لهم ب1000 درهم. بالنسبه لي انا له لا يجعلها باش يتعلموا له. نطلبوا الله وسيدي زحنون ما يتعلمولوش. سمعت انا عرضوا عليا جوج وزير ولا جوان ديالو في اوتيل الزكي في بركان، عرض عليا قال لي نعاونك ب50 مليون دير مدرسه بقاو تعلموا الدراري. قلت له واش هاد الدري اللي غادي نعلمونا يشوف باه ما عندوش غير العبايه ما تنباعش، خدم بها 40 عام وغادي ولدي غادي يتبعني في هذا الميدان ما ينجمش. قلت له ودي لا سادة الوزير ما نقدرش ما نجمش. عرضوا عليا مدرسه وانا نقول لك الرقاده ماشي نفتخر ولا راه يعرفني البشر كامل، والله واحد ما يعرف للرقاده بالله العلي العظيم ونقسم لك بالله ما عندهم زريعه ديال الرقاده، ما يعرفوا الكلام واش هو. انا عندي الكلام ديال 100 عام 120 عام، انا دعوتي شوابل كنجيب منا ونجيب منا. الرقاده كتشافي. هاد الغنى درك اللي راني نسمع انا اليوم خص يكون عندك لاباراي باش تعبر السكر واليبره والكنينه وقالب السكر دائما مهرس دايرو قدامك. ما كان والو. الغنى اللي ما يشافيكش ما يبرعكش ما يفجكش واسمع وريني راك تسمع شي حاجه. هذا الغنى خرج على البشر، خرج عليه بنادم يسمع ويشطح وكذا، بصح كون تقول له واسمه راه يقول وخصك تجهد له غير اللي باب بحال اللي راه راكب في التران يبغي غير الحس. هذا ماشي غيوان انا كنقولها ومسؤول عليها. اللي عنده شي كلام ديال الغيوان هاني موجود. انا راه عندي درك 3 ديال البوندات في الدار. رقاده واحد العنوان ديالو رواحه براد السوايع رواح، راني مقيل في برد الحال. شوف الكلام كي داير. وعندي واحد على هذا الاخر مالها ترنكت ديال هذا الوقت. وعندي واحد رواحه ولد العمو من ربيك واللي قل مني عايروني بيك. سمعت الكلام غادي نهضروا على اولادنا. لا درك انا ولدي منين يشعل التليفون ما نعرف واش راه يسمع ولا راه بسيدي ميمون ولا راه في شي بلاصه ديال المهابل. ما كاين والو. الحل هو الله يعفو. ايوا خصك تطلب الله. انا من تحماض عليك طلب الله. بغيناهم هاد المغنيين يركزوا ويقولوا كلام باش تسمعوا انت والولاد ديالك والعائله ديالك وكذا، يسمعوه نقي كلام تا انت يخدم لك تا انت.
انا راه كاين شي ديالك دياولي في الرقاده لو كان ما نغنيهمش في العرس الروح داير هكذا عوج كان مرض قسما بالله العلي العظيم. ولكن هذه الموجه ان شاء الله غادي تفوت، هذه الموجه غادي تفوت. وشي سماوات راح نسمعوا ديال الشبان ما تعرفوا لا قتال ولا مغني ولا شفار ولا والله العلي العظيم. شي سماوات راهم يجبدوهم ديال شي بياس نتاع شي باطو ولا ما نعرف نتاع الغنى. انا نقول لك كيما كان النوع ديالو راه في القانون ديال الموسيقى في المعهد راه ممنوع لك شي حوايج تلبسهم. سمعت ما تحسنش بيك ديال 30 دور وطلع ممنوع. خصك تكون طنطن واخا تكون عندك 100 عام. الكسوه ديالك ووقفه ديالك. علاش انا غنيت ديك الاغنيه ديال ما بيا مالو لا خدمته تحزيمته هي اللي بيا. الراجل هو اللي يكون مكرد ويحشم اولا وقبل كل شيء. بعد الا كنت فنان خصك تحشم. منين يجي عندك شي واحد شمكار شبار كيما عطيه حقه راه يبغيك. راه كاين المغني اللي يقول له نصور معك يقول لك اسمح لي حتى الاربعاء ولا حتى الخميس ما عنديش الوقت. هو دائما راقد عنده الوقت دائما. الانسان ما يكونش فيه الكبرياء. انا روحت شوف عندي فين ساكن الرياح غير مع المرضى مع الدراوش. هكذا حياتي وهكذا ربي عطاني هذا العقل حتى نموت الله يقتلني مع الدراوش. وخاطيني ذيك هاك انا نغني من نمشي نغني. نطلب من هاد المغنيين احتراماتي ليهم ودروك كامل اللي راه يخدم شي عرس يخدموا في لي بواط. انا نقول الصراحه راك تعرفني كي داير والله ما يديروا الكلام ديالي والله ما يجيبوا ريال. ودروك كاع راهم كاين مغنيين راكم تعرفوهم فاتوا في التلفازه هذه المره فاتوا بالاب ديالك ديالي والله ما خسروا عليا تليفون ديالك ديالي باللحن بالموسيقى بكل شيء. وكاين شي مغنيين منين يحصلوا يبغيو يسجلوا يلغاو الجروب ديالي يقولوا لهم سجلوا معايا لانه انا الجروب ديالي لوسول اللي كيخدم الرقاده. الرقاده الا ما كانش الكمانجه ما تزيدش كاع تعدى عليها. ولين فرز جابت هاد بوجبه درك ناس الغيوان عمرو غادي يجيو ناس الغيوان يا كاع قلدوهم ولكن غير الغيوان ماشي ناس الغيوان. ما بنادم خصو يحل دماغه وروح لواحد الستيل وقول كلام نقي يسمعوا لك العائلات وترشق لهم عليك ويبقاو يحبوك. بصح باش تبقى تقول كلام الكنينه وكلام المرض وكلام الشراب وهذا ماشي غنى. ماشي غنى هذه راه فضيحه. ها هو دابا العراس دروك ما كانش والو كاين لا عراس لا والو. كنا ندخلوا للقاعات نجبروا 70 80 حولين بالسطره. درك الدجاجه ما كايناش كل شيء مات والو. يلغى لك يقول لك نعطيك 5000 درهم غادي تمشي تحضر معاه للربعين ماشي العرس غادي تمشي معاه للربعين. هذا ماشي عرس. فين راه دوك العرس ديال 140 مليون 160 80 هما حتى بنات المساكين درك ما كانش اللي يخطبهم مساكين. تمشي تخطبها واخا عندها لاكارت ميته بيريمي تقول لك دير لي القاعه. ايوا روح موت انت روح تخون باش دير لها القاعه والنقافه وكذا وذيك الحلوه ذيك تاع القبص فيها 4 متر ولا 5. هو غير تكمل العرس تمشي للجدارميه يديوك ولا خاطر ما عندكش باش تخلص عقل. غادي نوليو حتى لسان الطير وجوج جنحان ديال الدجاجه في الطبسه صافي. ها هو الشوا بنادم يخرج جيعان. يلا هما الحواسي نشفوا بقاو سيدي علي سايس. هما الحواسي عندنا ولا ما بقات فيهم قطره باش توظف خصك تقعد 4 ايام وانت تسقي باش تجبد الماء. ها والله بنادم وما يولي للماضي الا راحنا غاديين غير في الهويه والماضي مع والدينا. الماضي كانوا الناس يحشموا وكذا درك والو. الوالده توفات الله يرحمها اليوم 3 شهور و10 ايام. راه هي اللي ما ليها ما كنتش نمشي للخارج. نمشي لعند الاذن نقول لها ما راني غادي تقول لي قعد ما عرفنا فوقاش نطيروا. واه انا الحمد لله معروف عندنا اللي خدمت مع الوالدين بزاف والسلام. ما اسمو غادي دي ما الدنيا ها ما غادي دي والو. قال له واش بعتها فلان قال له بشحال قال له باش شريناها.